الشركة الجزائرية للصناعات الكهربائية والغازية وحدة رويبا لصناعة أبراج النقل الكهربائي وأعمدة الإنارة العمومية هي العصب الصناعي لمجمع سونالغاز وأحد الفاعلين الصناعيين الرئيسيين في السوق الوطنية لمعدات البنى التحتية الكهربائية، حيث تختص الوحدة في تصميم وتصنيع الأبراج المعدنية وأعمدة الإنارة العمومية بمواصفات تقنية مطابقة للمعايير الدولية. رفعنا التحدي باش نقدروا نلجوا في الوحده تاعنا الاعمده ذات تردد 400 كيلو فولت. هنا الوحده تاعنا تتمتع بعده خطوط لتصنيع الزوايا الحديديه. الاعمده الكهربائيه تتشكل من زوايا حديديه وصفائح حديديه، يتم تصنيعها وفقا لمخططات مدروسه بدقه عاليه. من خلال استثمار الوحدة في خطوط إنتاج متطورة استطاعت تحقيق تكامل صناعي شامل وقدرة إنتاجية كبيرة جعلتها شريكا أساسيا للمشاريع الطاقوية الكبرى. عملية الغلفنة تعتبر المرحلة النهائية لصناعة الأبراج، حيث تتم عن طريق الغمس الحراري لحماية أسطح الأبراج أبراج التوتر العالي من التآكل والصدد، وتعتبر المرحلة النهائية في صناعة الأبراج. أصبحنا الأوائل على مستوى الوطن في تصنيع هذه الأبراج محليا، وهذا افتخار لنا لأنه قمنا به بسواعد جزائرية 100% من ناحية الدراسات حتى الإنتاج، وهذا بفضل الكفاءات الجزائرية المتخرجي المعاهد والجامعات الجزائرية. بالنسبة للقدرة الإنتاجية للوحدة هي تفوق 20,000 طن سنويا. وبذلك تؤكد الشركة الجزائرية للصناعات الكهربائية والغازية على أداء دورها المحوري والحيوي في دعم التنمية الاقتصادية والبنى التحتية